تمام، بس انا مقابل 20000 دول هوصلك ل 200000، فانا كده واخد منك 10%. تمام. فبمنتهى البساطه انت اتس اوكي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الناس بتخاف من الخساره. يعني ايه بتخاف من الخساره؟ يعني هو هيخسر 20000، هو مش باصص على المكسب ال 200000 بس، هو باصص على اللي هو ال 20000. في الحاله دي انت بتيجي تقول له مثلا ايه، انت ممكن تحاربه بنفس المنطق بتاعه. هو طيب انت السعر بتاعك كام؟ هيقول لك كذا. قول له طب ينفع انا اقول لما اقول لك سعرك غالي، انت بالنسبه لك شايف ان انت فعلا سعرك غالي؟ فيقول لك لا. خلاص انت حاربته بنفس المنطق بتاعه، فهو خلاص عقله اللاواعي ادى اشاره للعقل اللاواعي لا احنا سعر الراجل ده مش غالي وهو بيتكلم صح. فبمنتهى البساطه خلاص انت بيبدا ان هو يشتري منه. ايوه ايوه انا بحس العميل في العموم بيبقى خلق ليعترض. حتى انت كعميل انت ممكن اصلا في مجال تاني تبقى انت عميل وتبقى انت برضه خلق ليعترض يعني اه. يعني انا لما بعترض، بس انا بكون عشان عارف، عشان ما تعبش البياع معايا، بكون شفاف شويه وعندي مستقله النظر دي. انا بقول له انا ايه اللي بدور عليه. او مثلا لا انا مش عايز اشتري دلوقتي، انا هشتري بعد مثلا مده معينه، ممكن تتابع معايا بعد المده دي. تمام. يعني بحيث ان انا ما احملش البياع ده ان هو يفضل يزن عليا ويكون فاكر ان هو كده بيعمل فول اب. تمام. وان انا في نفس الوقت اتخنق منه اللي هو انا مش مرسيه انا هشتري ولا لا، وهو فاكر ان هو كده بيعمل شو.